يسعد مساكم، كيفكم؟ اليوم راح أعمل معاكم كيكة أعياد الميلاد بطريقتي الخاصة بدون ما نستخدم أدوات التزيين الخاصة للكيك. تابعوا معاي الوصفة للأخير، كثير راح تحبوها، أطيب من المحلات بجد إنها بتشهي. في البداية عندي هون 6 أكواب من الطحين، بضيف عليهم معلقتين كبار من البيكنج باودر ونص معلقة صغيرة من الملح. أهم خطوة لحتى نحصل على كيك مرتفع وهش لازم ننخل الطحين، إذا مش مرة مرتين. طبعا الطحين أي طحين متعدد الاستعمالات بنجح معاكم. وراح أنخل هون معاكم الطحين لثاني مرة. استخدمت بوصفتي لليوم الأكواب المعيارية. هون عندي حطينا 6 أكواب من الطحين، طبعا حجم الكوب 250 مل. طبعا أنا عاملة معاكم اليوم مقدارين لحتى تكفي عنا الكيكة 20 شخص. وهيك عنا الطحين صار جاهز، بحطه على جنب. بحضر هون 6 حبات من البيض مع 3 كاسات ونص من السكر الحبيبات ومعلقتين كبار من الفانيلا، وبخفقهم مع بعض مش أقل من 5 دقايق لحتى البيض يتضاعف حجمه ويصير لونه أبيض فاتح. لازم يتغير عندنا اللون ويصير أبيض فاتح، بصير هيك تحسوا إنه في كمان رغوة بالخليط. راح أضيف هون 1.5 كاس من زيت النباتي، وبضيف معهم كمان 2 كاس من حليب السائل، وبرجع بخفقهم مع بعض بس بدون ما أشغل الهاند بلندر، يعني بالخفاقة العادية. وبنزل هون الطحين تدريجيا وبخفق بالخفاقة العادية. بنزل كل الكمية بنفس الطريقة، بضيف كمية من الطحين طبعا بالتدريج، وبخفق لحد ما يختفي عنا الطحين، وبرجع بنزل كمان من الطحين. وسر صغير لحتى تنجح معاكم الكيكة وتعطيكم ارتفاع هش، عندي هون معلقة صغيرة من بيكربونات الصودا مع معلقتين من الخل الأبيض. زي ما شفتوا على جنب بخلطهم مع بعض، البيكربونات مع الخل لحتى تفور معانا. أول ما تفور مباشرة بنزلها على خليط الكيك وبخفقهم كثير منيح مع بعض. عنا قوام الكيك بكون يعني مش طري، يعني ما بكون خفيف، بكون ثقيل بهاي الطريقة. طبعا بقالب الكيك العادي، وأنا هاي طريقتي دايما بالكيك. عندي هون قالب الكيك دهنته بالطحنية ونزلت هون أكثر من نص الكمية، يعني تقريبا خليت ربع الكمية على جنب، وبدخله على فرن محمى مسبق تقريبا 40 دقيقة بكون عنا جاهز. أما ربع الكمية اللي ظلت معاي راح أحطها بطنجرة صغيرة، بس هون ابني مصر إنه ألون له الكيك اللون الأخضر، فحطيت هون كمية بسيطة من ملون الطعام. نفس المبدأ، الطنجرة هون دهنتها بالطحنية، طبعا هاي أصغر طنجرة بتكون موجودة عندك، وبدخلها على الفرن زي ما حكيت لكم 40 دقيقة بتكون عنا جاهزة. بس انتبهي ممكن عندك الفرن يكون أحمى أو أوطى، فخليكي متابعة مع الكيك. أما للكريمة راح نحتاج 6 معالق كبار من الحليب البودرة و4 كاسات من الكريمة البودرة. أما المي تقديري، بنضيف في البداية 2 كاس، بنبلش نحرك، يعني ممكن تاخد معانا من 4 كاسات مي ل5 كاسات من المي تكون باردة. طبعا في البداية بخفقهم على سرعة واطية، بعدين بعلي السرعة بخفقهم 4 دقايق، وهيك عنا الكريمة صارت جاهزة. طبعا ممكن تلونوا الكريمة حسب الرغبة. والكيكة بعد ما طلعتها من الفرن تركتها على جنب تقريبا 3 ساعة لحتى بردت تماما، وقلبتها هون مباشرة. راح أبلش هون أقطع بالكيكة وبطلع زوائد الكيك. طبعا أي فتفوتة كيك طلعت معانا راح نستخدمها بحشوة الكيك من جوا، فراح نتركها على جنب، أقطعها بإيدي وأتركها على جنب. وكمان راح أتخلص من هاي الأجزاء اللي بتيجي على الطرف، إذا كانت شوي مقرمشة راح أشيلها. طبعا هون عندي قالب الكيك ما راح أشيل منه ولا أي إشي، هيك عندي حجمه مناسب والكيكة طلعت كثير طرية بتجنن. بحدد بالسكين بهاي الطريقة. طبعا هون راح أقطع القالب الكبير ل3 قطع. في البداية حددته بالسكينة، بعدين بجيب خيط وبقطعه بهاي الطريقة.
شوفوا ما شاء الله كيف طلعت الكيكة من جوا طرية كثير، وبجد إنه طعمها بيستاهل إنه الواحد يعملها. يعني قطعت القالب الكبير ل3 قطع متساوية، والقالب الصغير كذلك 3 قطع متساوية. صحن التقديم مباشرة بحط كريمة، وبنزل هون أول طبقة من الكيك. طبعا ما تقلقوا من هاي الفتحة اللي عملناها بالنص، يعني إذا عندكم قوالب الكيك الخاصة ممكن تستخدموها، بس هاي الطريقة كمان كثير مضمونة. بشرب الكيكة هون كثير منيح بالحليب، يعني أقل إشي شربوها ربع كوب من الحليب. طبعا زوائد الكيك راح نحتاجها زي ما حكيت لكم، بحشيها هون بوسط الكيكة، وبشربها كمان بالحليب. طبعا ما تخافوا ما راح تتفتفت ابدا الكيكة، لانه راح نشربها بالحليب، وبعد هيك راح ندخلها على الثلاجة، ونحط عليها كمان كريمة ونحشيها، فراح بعد ما نقطعها راح تكون متماسكة تماما. بحط كمية منيحة من الكريمة وبدهنها مباشر على الكيكة، وبحط هون أي حشوة أنتوا بتحبوها. أنا فضلت الفراولة، لأنه جد حشوة الفراولة بالكيك غير شكل. بحط القطعة الثانية من الكيك، ونفس الخطوات اللي عملناها بالطبقة الأولى. بشربها كثير منيح بالحليب، بحط الكريمة، وبعد هيك بحشيها بالفراولة. حاولوا انتوا بتشكلوا بالطبقات يطلعوا الطبقات متناسقات مع بعض، يعني تكون الطبقات فوق بعضها بالضبط. وراح أشرب هاي الطبقة بالحليب، وأحشيها هون بالفراولة المقطعة. أما الكريمة قسمتها لقسمين، القسم الأول خليت لونه أبيض، والقسم الثاني حطيت عليه ملون الطعام اللون الأخضر. بغلف وجه الكيكة من فوق بالكريمة لحتى هاي الطبقة الأولى هيك تكون جاهزة، وراح أبلش أبني هون للرف الثاني. حطيت هون أول طبقة من الكيك. طبعا نفس الخطوات اللي عملناها من قبل، بشربها بالحليب، بحط عليها قطع الفراولة، وبحط عليها هون كمية من الكريمة. بعمل 3 خطوات بنفس الطريقة، وضروري إنه نشربها بالحليب، لأنه الحليب هو اللي بيعطينا طراوة أكثر للكيك وطعم هش كثير زاكي. بفرد الكريمة بأي سكينة مناسبة عندي، الأفضل إنها تكون سكينة الكيك، تقطيع الكيك، هاي بتكون مناسبة لحتى تفردوا فيها الكريمة. طبعا بعد ما غلفتها بالطبقة الأولى اللي هي البيضة، رجعت هون غلفتها كمان مرة بالكريمة الخضراء. حجم الكيكة ما شاء الله كبير، تكفي تقريبا 20 شخص ممكن أكثر. طبعا كيكة اقتصادية بدون تكلفة، وطعمها بجد إنه بشهي ومرتب. طبعا طريقة التزيين زي ما انتم بتحبوا، انا حاولت ازينها بطريقة كثير بسيطة. عندي هون حطيت الكريمة بكيس التفريز، وبلشت اعمل خطوط بهاي الطريقة. واخر اشي زينتها بقطع الفراولة وحبات السبرينكلز الملونة. طبعا ممكن تزينوها باي طريقة انتم بتحبوها، وبتكلفة بسيطة وبدون ادوات التزيين الخاصة للكيك. عملنا كيكة اعياد الميلاد، طعمها ما شاء الله بشهي، وشكلها كمان كثير كان كيوت وحلو. وبس هاي كانت وصفتي لليوم، إن شاء الله تكونوا حبيتوها واستفدتوا مني. كانت معكم روان من قناة موهبتي، ومع السلامة.